طبعا جهاز الظهر اللي انت شايفه ده موجود في اي جيم، وزي ما انت شايف الجهاز له قبضتين، يعني بيشتغل على مجموعتين عضليتين. قبضه منهم انصحك باستخدامها، القبضه الثانيه انصحك ما تستخدمهاش خالص، وهقول لك ليه دلوقتي. خليك معايا. في عندي القبضه اللي بالعرض، ودي بتشتغل كويس جدا على منطقه اعلى الظهر، خاصه الترابيزيوس والكتف الخلفي. وعشان اظبط الجهاز صح انا محتاج ان المسند ده يكون في منتصف الصدر، محتاج ان ظهري ما يكونش مستقيم 100%، لا انا محتاج ارجع بالجلوتس لورا بحيث ان ظهري يكون بالشكل ده. وبمسك القبضه اهو، ظهري مستقيم، وبسحب الالبو زاويه 45 بس كوعي مفتوح لفوق شويه عشان اشتغل على اعلى الظهر اهو. طبعا دي قبضه ممتازه جدا، هتشتغل زي ما اتفقنا على اعلى الظهر ومساعده وسط الظهر. لكن عندي القبضه الثانيه اللي هي المستقيمه اللي بالطول. القبضه دي انا ما انصحكش ان انت تستخدمها لو انت بتستهدف منطقه اللاتس. ليه؟ منطقه اللاتس او عضله اللاتس عشان تشتغل المسؤول عن الحركه بتاعتها حركه الالبو. الالبو لازم يكون الحركه بترجع لورا زاويه 90، يعني تخيل الحركه بتاعتي شغاله بالشكل ده كده، انا شغال عندي على منطقه اللاتس 100%. لكن لو بصيت على القبضه دي على الجهاز ده تحديدا هتلاقي ان انت بتسحب، شايف الزاويه دي عامله ازاي؟ زاويه المرفق مع الساعد، هتبص تلاقي ان الزاويه دي انت مشغل بنسبه كبيره جدا عضله البايسبس والفور ارمز مش اللاتس. يبقى ايه الحل؟ الحل ان انا استخدم الجهاز ده القبضه اللي فوق بس لاعلى الظهر، لكن عشان اشتغل على منطقه اللاتس مش هينفع ان انا استخدم القبضه دي. ممكن استخدم جهاز تاني معمول مخصوص عشان منطقه اللاتس زي اللي انا هوريه لك دلوقتي. ركز معايا كده في حركه الجهاز اللي هوريه لك ده. بص القبضه جايه منين؟ القبضه جايه من تحت. بص بقى على زاويه دراعي، شايف؟ دي زاويه 90 اللي انا بقول لك عليها. كده انا شغال على اللاتس 100%. اقدر العبه سنجل ارم او حتى لو هلعبه تو ارمز اهو بالشكل ده. طب لو الجهاز ده مش موجود عندك في الجيم هتعمل ايه؟ هعمل نفس التمرين بس بالدمبل اهو، باخد الوضع ده وبسحب بكوعي لحد ما الدمبل يكون عند منطقه الحوض بالشكل ده، بحيث ان الساعد ومنطقه البايسبس يكونوا زاويه 90، وبنزل لتحت اهو. لكن تخيل كده الجهاز الاول اللي انا وريته لك، تخيل ان في حد بيعمل التمرين ده بس بيلعبه كده، هل انا كده بلعب صح؟ اهو ده بقى نفس الوضع اللي انت بتعمله في الجهاز الاولاني. عشان كده بقول لك ما تلعبش بالقبضه دي نهائي، لان هتكون انت شغال على منطقه البايسبس. لكن الجهاز الثاني بيجبرك ان انت تشتغل بالزاويه دي. تابعني في الفيديوهات اللي جايه عشان تتمرن صح.